كان للسلف رحمهم الله في هذا الوقت شأن، ولغيرهم معه شأن آخر، مع أنه وقت قصير. الشمس بعد صلاة الصبح تطلع في أقل من ساعة أو في ساعة بالكثير، وقت قصير جدا. إذا مسكت هذا الوقت وحفظته وحافظت عليه واهتممت به بذكر الله، احمد الله، مثل ما قال ابن مسعود: احمد الله وقل الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، مع أن يومك لم ينتهي بعد، لكن ما كان منك من حفظ لأول اليوم ينسحب على بقية اليوم، لأن البركة التي تكون في أول الصباح إذا حضرت عمت يومك كله. ولهذا كان السلف يعدون نوم الصبح ونوم هذا الوقت الباكر خرق، يعني ما يليق بالإنسان أن يمضي هذا الوقت في النوم. بل إن ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين قال عن السلف: كانوا يكرهون نوم الصبح، نوم الصباح الباكر. يقول رحمه الله: ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس فإنه وقت غنيمة. هذا نص كلامه رحمه الله في مدارج السالكين. فكان هذا الوقت معروف قيمته عند السلف، معروف قيمته ومعروف مكانته، وكانوا يهتمون به اهتماما عظيما. هنا تعطيك عنايتك بأول اليوم وبالصباح الباكر، عنايتك به ذكرا لله وعناية بذكر الله، يعطيك بإذن الله تبارك وتعالى أمانا في اليوم كله، طمأنينة في اليوم كله، صلاحا في اليوم كله، إقالة في اليوم كله. أقالنا يومنا هذا، فإذا حفظت أول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يسلم لك بقيته. يا أخوان انتبهوا لها، إذا حفظت أول اليوم سلم لك بقية اليوم، مثل ما قال أحد السلف ونقلت لكم كلامه: يومك مثل جملك، إن أمسكت أولا تبعك آخره. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس أنه دخل البيت فوجد أحد أولاده نائم فنهره، قال: تنام في هذا الوقت الذي تقسم فيه الأرزاق، تنام في هذا الوقت الذي تقسم فيه الأرزاق، هذا وقت البركة، بورك لأمتي في بكورها. يكفينا هذا الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي يناسب أن نسمع هذه الدعوة المباركة الميمونة ثم نسحب الوسادة وننام. وقت مبارك عظيم البركة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فيه بالبركة: بورك لأمتي في بكورها. صخر راوي الحديث، مع أن الحديث أيضا رواه أكثر من 10 من الصحابة، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للأمة في بكورها رواه أكثر من 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. صخر الغامدي أحد رواة الحديث كان تاجرا، وكان لا يرسل تجارته إلا في الصباح الباكر، حتى إنهم قالوا: وأثرى جدا بارك الله له في ماله، ما كان يرسل أي تجارة إلا في الصباح الباكر، يتحرى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من فقه السلف رحمهم الله. أيليق بعد هذا أن تكون هذه اللحظات أو هذه الدقائق المعدودات أطيب أوقات النوم عندنا وأفضل أوقات النوم عندنا، ولا نفوتها بأي حال من الأحوال؟ مع أن من الملاحظ أن من ينام بعد صلاة الفجر نومه في هذا الوقت كما أنه يضر به من حيث فوات هذه الفضيلة، فوات الربح والغنيمة والبركة، فإن له ضررا تكلم عنه ابن القيم رحمه الله، وأيضا تكلم عنه ابن مفلح في كتابه الآداب، فإن فيه ضررا على البدن نفسه، يرخي البدن ويكسل البدن ويضعف البنية ويجلب أنواعا من الأمراض للإنسان. هذا تكلم عنه ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، وأيضا تكلم عنه ابن مفلح في كتابه الآداب وغيرهما من أهل العلم. وهو وقت قصير جدا، وقت قصير، يعني ربما أنه لا يستغرق ساعة. وسواء بقيت في المسجد أو تحركت إلى مكان ما احتجت إلى التحرك إليه أو ذهبت إلى بيتك، لا تفوت هذا الوقت الفاضل من ذكر الله تبارك وتعالى. وحقيقة يا إخوان، الذي نقوله هنا أنه لا حول لنا ولا قوة، نقول اللهم أعنا على ذكرك،
هذا الذي نقول. يعني قد ندرك الفضيلة ولكن يغلبنا ماذا؟ يغلبنا الكسل، يغلبنا الخمول، يغلبنا أمور كثيرة جدا، لكن نستعين بالله. والعلماء قديما يقولون إذا عرفت فالزم. فيبدأ الإنسان، يعني لعلنا جميعا إذا كان منا من يفوت هذا الوقت لعلنا نبدأ من الغد بإذن الله تبارك وتعالى حياة أخرى مع طريقة مباركة كان عليها سلفنا الصالح رحمهم الله من حيث الاهتمام بهذا الوقت. إذا كنت مضطرا لتنام فتنبه. إذا كنت في البيت هل طلعت الشمس؟ إذا طلعت الشمس وأنت لا ترى نفسك محتاجا للنوم فنم بقدر الحاجة. أما هذا الوقت، وقت البركة ووقت الغنيمة، وقت قسم الأرزاق، حلول البركات، الوقت الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، ما يليق أن ينام فيه الإنسان. لا يقال أن النوم فيه حرام، ولكن مثل ما قال ابن القيم مكروه عند السلف. وقت مبارك ووقت خير وغنيمة وبركة، تحر للفضيلة، تحر للغنيمة، ليس وقت نوم. فالشاهد أن أول النهار وهو من صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، وآخر النهار الذي هو قبل غروب الشمس، هذان من أفضل الأوقات لذكر الله. وجاءت أذكار منوعة في هذين الوقتين ينبغي أن يحافظ المسلم عليها في هذين الوقتين كما جاءت في السنة. وقد أورد الشيخ رحمه الله جملة منها في هذا الكتاب، وستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى لاحقا.